بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ابن المفقود بن عسلي، اسمي الرابع، من مواليد 1975. كنت في ذلك الوقت في عندما في الوقت الذي اختطف فيه أبي، كنت داخل في ضمن شهادة البكالوريا، شعبة الهندسة المدنية. فت بظروف صعبة بالنسبة للامتحانات، على خاطرش كنت في الواقعة هذه اللي صارت لنا تاع الفقدان، وما قدرتش ما قدرتش كما يقولوا نكومبيني روحي مع الحالة اللي راها صارية فينا مع المستوى الدراسي نتاعي، وبالتالي رسبت في شهادة البكالوريا، ومن ثم تطرقت للعمل، الحياة العملية. الظروف نتاعي هي اللي حتمت عليا باش نخدم، وبأجر زهيد عند الخواص لتوفير المعيشة، قمة العيش. وفي الأيام التي تلت الفقدان كنا نسمع بالمجازر اللي كانت تصرى هنا على مستوى ولاية جيزل، كما العوانة، الجمار، وكنا فوالا اللي كانت تقوم بها قوات الأمن. كنا نمشيو نشوفوا بالك على نطيحوا في بالك نشوفوا نكونوا من الضحايا نتاع بالك نلقاو الجثة نتاعو، ولكن بدون. انت شخصيا كنت نتحرك. وصلنا كيف كانت الحاله تاع الناس اللي تلقاهم يقتلوا قوه الامن يرميهم على الطرقات ولا واش راه نقول لك في الحاله نتاعو ما عندك ما تشوف فيها، اللي مكبل بالسلك، اللي مذبوح، اللي مقصوص راسو، عندك واش راح تشوف. انا لحد الان مادامني كنعاود نشوف اللي كا هذوك يعني الحمد لله على كل حال، الانسان حكم في روحه. وشنو الشيء اللي شفنا هذاك شاك فوا يولي لك دي كوشمار هكذا، فهمت كيفاه. بالنسبه للواقعه اللي صارت للاب المفقود، كنت انا في الاونه هذيك كنت نتصل بالجهات المعنيه كما فعلت الوالده، ومن بعد ما تطرقنا للقوانين نتاع المؤسسه والشيء اللي حكات فيه، تلقينا صعوبات بزاف، وما من السب والشتم من قبل شكون؟ من قبل المسؤولين تاع العمل وما في الشرطه ولا ما من الامن. مثلا الامن واش كان يلوم عليكم؟ الامن يلوم عليك دروك، راه هو يغطي في الشيء هذا. دونك حتى ولو كان يكون فيه انكار، كان يكون فيه انكار سي نورمال، على خاطرش كاينه اوامر. انت الوالد تاع قوات الامن هو بالنسبه في المؤسسه على حسب الشيء اللي سمعنا احنا مع الزميل نتاعو نتاع المهنه، كان يخدم مع الساس هو صافي، كانوا يمدوا لي بون تاع المؤسسه تاع سوطرافيج هذو، ولا شيء هم يهزوا الفيرسمون تاع الاخر ويديوها المهم هو كي خرج الصباح العشيه في الزوج كما صرح الزميل نتاعو نتاع الخدمه. انا وصلت وحكى معايا نورمال، كما جاو الجماعه هادو اللي هزوه قالوا له تروح معنا، قال لهم شكون نتوما اللي راح معكم؟ قالوا لهم احنا الامن. دروك الامن واش من الامن؟ وجاو يعني بلباس مدني، بلباس مدني، سياره مدنيه، بلباس مدني. وراه كان ضمن نطاق العمل في مؤسسه من مؤسسات الدوله وفي النهار.
في الوقت هذاك كما سمعنا حنا تحركنا الجهات المعنيه بوندون سومان، سمانه كامل حنا نجريو نفع ربي. ومن في الوقت هذاك كان حنا الاخ الكبير كان في الجيش الوطني، كان يفوت في السيرفيس تاعو، ما مجا لهنا وما بوش يطلقوا له. من بعد ما دا ميسيون جا لهنا نفع ربي، مشى ما كان والو. من قبل صرات هنا كان هنا مام هنا في البقعه نتاع الطاهر في مدينه الطاهر، كان الاغلبيه من صحابو كانوا للامن، اغلبيه من صحابو كانوا من حبابو وجيرانو من الامن، من الشرطه من الاخر، كنا فاميليا واحده. ولكن هذا ما شفعلوش باش ما يديوهاش ولا ما يشفعلوش. علاه ما يشفعلوش؟ على خاطرش حنا كنا في وقت تاع في وقت عصيب خلاص. ما كانش هذه، ما كانش دروكا كما يقولها، ما كانش الرقابه الامنيه، ما كانش كان الامن هو اللي مسيطر على كلش، الامن والارهاب في الجبل، هادو هما اللي كانوا مسيطرين في اللحظه هذيك. انا على حساب رايي انا وعلى حساب ما شفت انا في الواقع اللي صرات تما، ديجا هذه الحادثه صرات في النهار. الوقت هذاك ما كانش انت الارهاب يهبط في وقت النار في ضوء ويدخل اون زون اندستريال، منطقه حساسه، يعني بهذه خمامه منك لا روحك، هذه يدخل في منطقه حساسه تاع الدوله، فيها الجيش فيها لي ميليس اللي من راهم مسلحين، ويدخل حتى المؤسسه لداخل ويهز السيد ويخرج بدون شعور، بدون انترفونسيون. من المحال هذه ما تدخلش في دماغي انا باش تحكي لي بها. اقل شيء هو انه العداله كان المفروض تتحرك لما طرقت الباب تاعها. اكزاكت، هذيك هي الشيء اللي كنت جايك فيها. التحقيق ما صرا حتى لا من الامن لا من الشرطه لا من الدرك الوطني، حتى من اي مؤسسه. واحد ما جا طرق بابنا وقال لنا كيفاه. على انه الاشخاص اللي راهم تديهم خوان الجماعات المسلحه راهم يحقوا فيهم، الاشخاص اللي تديهم قوات الامن ما يحقوش فيهم. هذا اسمه دليل خلاف اللي هما اللي داوه. فوالا كنت نشهد انا في الوقت هذاك كاين جماعه اللي هزوهم صحاب الجبل، الحكومه تطرقت للقضيه وفتحوا تحقيق، وما كاين الناس اللي تضربوا في اللحظه هذيك لا في سبه السيد اللي هزوه طلعوا للجبل. علاه السيد كما هزوه من في مؤسسه من مؤسسات الدوله وفي منطقه صناعيه محيطه بالامن، وما عنده حتى وثيقه برك فيها زوج كلمات توصف باللي السيد هذا وتهز في النهار الفلاني ولا لا. حتى طرقنا احنا باش درنا الوثائق نتاعو، لخاطرش الوقت هذاك ديعنا بالشر ما بقاش كما قلت لك، وقت عصيب تحتمت علينا باش ما يقولوش حنا انا واحد من الناس جريت فيها، انا هو اللي جيت له على كواغطو، باش ما تقولش انا ولادي ما داروليش وما وجراوش الحق نتاع باباهم. الحق هو ما كاينش الحق مهما يصير، مهما تعطيك الدوله ملايير المليارات وما ترجعلكش الحق نتاع الابوه نتاعك. حنا الشيء اللي نطالبوا به دروك واش نطالبوا؟ ما تبين لنا الجثه نتاعو وين؟ دابا ما كانش راهي غبار قالوا هنا يتم الاعتراف به. هذا واش كاين؟ ما ماشي اللي راه عود صلنا الدوله دروك. انا اول واحد فيهم ما كنتش مقتنع بالشيء هذا. كنت انا الوقت هذا كنت عايش في قسنطينه، خدمت لها كوارت وطلعت وكنت نخدم في قسنطينه، وعيطت لي قلت لها ما نجيش، هاي قدامها قلت لها ما نجيش، عندي ما ندير بها انا الشيء هذا. وهي ماشي قضيه مال ولا قضيه، هي قضيه كرامه. رجعونا الكرامه نتاعنا، رجعونا الحقوق نتاعنا، حقوق الصح. فيما يخص يعني الناس المجرمين اللي داروا هذه الجريمه هذه، واش تطلب العداله يعني تاخذ ضدهم؟ باين العداله وين، واش يكون الاخر نتاعها من ناحيه المجرم العقاب دروك. ومش غير انا تلقست، مش غير انا صرات فيا الشيء هذا، كاين ناس كاين عائلات بزاف
المجرمين هذو لازمهم ياخذوا حقهم. درك انا كان نخرج لبرا درك ويسبني واحد ونتك فيه الموس، العداله تاخذ مجراها دخلني للحبس، حتى ولو كان نكون على حق دفاع عن النفس ولا اي حاجه قدروا يدخلوني للحبس. ماهوش كاين قانون حنا عندنا هنا في البلاد هذه، ما كاينش قانون. واكيد انه القانون اللي الاقوى، الشيء اللي رانا عايشينه هنا في بلادنا دروك القانون اللي الاقوى. الا كان عندك هادو وعندك كتافك راك تعيش وقادر واحد ما يلقسك، وشي الاخر وتعيش دليل. لو كان جا عندنا قانون في البلاد هذه كان الناس كامل لاباس بخير. جاي قانون المصالحه هذا داكور راه بين امور هكذا مي ما عطاش الناس حقها. حنا داكور مع قانون المصالحه مي ما عطالهاش حقها. يعني تقصد انه انت مع فكره المصالحه ولكن مش بالطريقه اللي اقترحوها. مش الطريقه اللي اقترحوها ماهيش كافيه، اني باسيفيزا ماهيش كافيه خلاص. من جهه خلاف فيها مغالطه تاريخيه. مغالطه تاريخيه، والقانون لازم ياخذ مجراه يعني بالنسبه للتاريخ وللتعويض. يعني نحكيو شويه على ولاد المفقودين هذو، يعني كيف كان المعاناه النفسيه تاعهم، كيف كانت حكينا شويه. واش راه نقول لك انا بالنسبه لي الوقت هذا كنت 19 سنه 19 20 سنه 94 شي كيما كيعيدوا. انا عندي احساس درك الناس تعيد مع والديها والنهار كامل هما مع والديهم واقفين عليهم والديهم، وانا سيرتو كي نشوف الخوتي انا صافي انا هو اول واحد ديجا رجعت انا هو رب الاسره نتاعو، ونحوس كيفاه نحي لهم الشيء، نحي لهم هذه الكيه هذه اللي صراو بها اللي تكواو بها مي قداه ما القري مهما ديروا ما تنحي والو. كتب عليك يعني ما انا مع الوالده سولت عانيت بزاف. هبط على 4 الصباح للسبيطار، هبط على 2 د الليل، دي الطبيب الفلاني دي منا سولت. يعني انت راك تشوف بلي المفقودين تحملوا اول حاجه العبء الاقتصادي يعني باش بالدرجه الاولى، ولكن بدي نطرح السؤال واش هو تشوف الدور تاعهم يعني الان وفي المستقبل، يعني واش هو الدور تاعهم من ناحيه القضيه هذه، واش هي المسؤوليه اللي راهي على كتافهم يعني. درك المسؤوليه هي واش راه نقول لك انا درك هما مادام ما عطاوهمش حقوق نتاعهم ما بينوا لهمش القضيه نتاعهم، هاي على كما قلت هذاك اللي وليت الولايه كان ما يديش قلت له صغير. كاين المتمدرسين الان من حولهم الحقوق نتاعهم، متمدرسين مازالوا يقراو في مؤسسات تاع الدوله ومن حولهم الحقوق تاعهم. خلينا معليش انا تزوجت انا كبير قاعد نخدم درك انا على روحي قاعد نخدم، وتطرقت لعده عندي مستوى ثالثه ثانوي شهاده الهندسه المدنيه، ورحت فوت قدام ستاج تاع الحكومه ما كان والو، زدت بعدت قدام دوسي من 94 انا نبعث الدواسه. كما كنت نقول لك قبيلي الا كان عندك كتاف وعندك معرفه هاك تدخل، ولا كان قادر ترشي هاك تدخل الخدمه. الا كان هادو ما كانش والله غير طبق على درايك. واش تشوف المسؤوليه تاع ولاد المفقودين كما قلنا؟ المسؤوليه من ناحيه من ناحيه نفسهم ولا من ناحيه القضيه؟ الان الى الجيل الاول الامهات والزوجات والاباء داروا مشوار كبير في النضال. الان واش الباقي الان على الاولاد هذو واش يديروا يعني؟ هادو هما اللي لازمهم يبينوا القضيه نتاعهم. واش يناضلوا؟ درك حنا والدينا بكري، درك حنا والدينا جاهلين ما قراوش ما يعرفوش الامور هذه. حتى حنا لو كان قرينا ما قريناش سوفيزامون، على خاطرش وصلت بينا لا بيريود تاع الارهاب هذه صاي طبقنا كلش. حنا المستقبل تاعنا راهو تكوى خلاص. كان دي مليار في الورشات باش نخدموا بهم، والوقت هذاك حرمونا منهم وما خدموش. يبان عدات لاني بلونش، واحد في لاكلاس ماده الباك. حتى لو كان عاود الخطره الاولى والدوزيام ما كاين لا قانون لا تنظيم. كيفاه يكون القانون في الشيء اللي راه قاعدين نحكيو فيه حنا؟ نطرح لك السؤال بطريقه اخرى.
انت كابن مفقود اسكو انت مستعد باش تطوي الصفحه بلا ما تكون الحقيقه والعداله؟ ما نطويش الصفحه انا وجامي نطويها، مهما نهار تكون الحقيقه قدامي وما نطويش الصفحه، ما نطويهاش. لانه علاش؟ لانه المسؤولين الحكوميين في الجزائر راهم يقولوا العائلات مادام داروا تعويض الملف تطوى، لكن الان راه نشوفوا وماهوش تعويض هذا، التعويض وماهوش بالماده. دروك حنا الا كان ردينا والدينا الوقت هذاك لبال معيشتهم ورديناهم على جال التعويض باش يقتاتوا، واش من تعويض؟ التعويض مش بالماده، التعويض بالاعتبار. هذا واش كاين؟ انا قال الماده قادر نجيبها بدرعي، ماشي تيعطيها ليه هو، راهي من حقي على كل حال، بصح ماهوش تيعطيها ليه هو. واش من معطى اللي يعطيني؟ واش من معطى؟ ما عطاني حتى شي. 2 فرنكات عطاهم لا سكتوها خلاص فضت. انا اول واحد راني بنو ما كنتش مقتنع بالشيء هذا، ما راح تغويني الماده ما تغويني الدوله، الشيء 2 فرنك اللي عطاتهم لها الدوله. انا المطلب نتاعي بينوا لي باينها والقبر نتاعو وين دفناه كما قالت لك. والمجرم دروك المجرم بالك هو مات المجرم ولا على قيد الحياه ما باينش درك يتحاكم. هذا هو الاخر المطلب. عندي حتى مطلب خلاف فيك بركه. جاوبت ليه درك الوطني تحوس عليه، قلت لهم انا ما هناش، قالوا لي هنا، قلت لهم ما هناش. الى هنا دخلوا حوسوا عليه، دخل اخويا حوس عليه، في الاول ما دخلوش، في الاخر دخل واحد. هو بالك هذاك الشعبي ما لابش دخل للدار، هي ما لابش، ما لقاش خرج من تم نطولوا، ما طولوش بزاف، ما شفتش يعني في شحال هذا الدرك تاع الطاهري هكذا. هذلوك جا ليه الدرك، قالوك هذا الطاهر هذه يجي ولا المهم هذه هنا ما تما روح للخدمه، تما زاد ولا خرج على الصباح على 7 خرج للخدمه، ما تما زدنا شفناه. طولت انا بالك نقول لك 9 شهور، نقول لك 7 شهور ما خرجتش، خاطر قال لي وكلت عليك ربي لو يهزوني وتخرج وراي، او كان صعيب شويه، قال لي ما تخرج. كي حملت وضيعت بيا بولادي 500 ما خلاها ليش، تعين لك 500 فرنك ما خلاها ليش، وكانوا صغار بالكل. خرجت ورحت نولي دير روح لعنده يقول لي روح ديهزو يعطيه، بديت في لابوليس قال لي روح ديهزو يعطيه لك، رحت لهادو الجدرميه دي هنا قال لي روح ديهزو يعطيه لك، انا ما زدت مريت، رحت لعند منين كان يخدم، داني السيد لتم وما نعرفهاش، قال لي ما على باليش. اخرت رحت للشركه ديالو، خايفه هي كانت تخدم، قلت لهم شوفوا جيبوا لي الراجل ديالي منين ديتوه ولا عطيوني باه يعيشوا ولادي، انا ضيعت بيا بولادي، كيف نخرج نخدم ونخليهم صغار بالكلي كيجي لك نص تحرك. قلت لهم عطي برواسيكم، قلت لي المدير ديالو هذا بعد قال لي روح ما تجيش تجي ونديروا لك حل. مشيت للدار حسب شهر ما زيدتش وليت لتم، كي كمل شهر رحت قلت له فين هو الحل اللي دير لي دي جيت لك لهي وقلت لي ندير لك الحل. نتقد له كل هذا بنت تحته ولا المهم واحده ويخدم معاه، قال لي يا اختي رانا ما عندنا ما نديروا لك، احنا ما عندنا ما نديروا لك، لا عينك روح للعداله، لوحه في العداله تعطيك الشركه الحق ديالك. هاكاش رحت انا جيت لوحتها في العداله، رحت شارات وقفنا نشرح انا وياها. هذه الحقوق تاعو حوست عليه يعني عند مثلا عند الدار ولا عند رحت للامير، كانوا لي متابعه الامير عبد القادر، ورحت لتم قال لي يا اختي احنا ما جابوش، احسب دنا العيله المغرب لتم بيا بالطفله هذه لو كان عندها 2 دراري. رحت لجيجي للسيكتور خيت انا ديك سنه العسكر نادي ترعيه العسكر اللي كيتهم دخلوا جابوا تما في هذاك الوقت جابوا دي مقتولين، وانا رحت
هاو خرج حابنا ما تيراش ونادي تيري تما، هاو تما حابن عمي، هاو يخدم تما حابن عمه بوهيدي. هاو قال لي روح خالتي ما تجيش تجي ليه، روح له حفل هذا وخلاص ما تجيش تجي ليه، ما كانش انا ما رحتش. رحت قلت لك لا بوليس، رحت للجدرميه هذو هنا ما كان والو، حتى في العذاب. واش كانوا يقولوا لك يعني تروح مثلا لابوليس ولا الجدرميه ولا السيكو؟ يقول لي انا ما هزيتو ما ندولك، ما هزيتو ما ريتو. فين يخدم؟ قلت له وين يخدم عندك؟ هو يخدم عند الدوله. قلت له كيفاه ما شفتوش؟ لو هزوه من طريق قلت له نقول بالك غنوا واحد وداه، ملي بصحو يخدم عندك في البيرو كيف ما على بالك شنو هادي داه؟ قلت له على بالك دبر راسك، انا هذا هو الحل ديالي، اعطيني مول الدار ديالي ولا اعطيني باه يعيشوا ولادي. وبعد ما داوها مثلا كيف كانت الظروف تاعكم في الدار؟ كيف عيشتي؟ ظروف يعني شوف يا ابني ما عندي لا شويه نحكي لك، تعرف تمني والله 3 خطرات يا الباكي ديال المكرونه غير كلينا فيه 3 ايام، انت ما خلات حتى شي، وعلو الدراري صغار هادو ما يخدموش صغار، منين تعيش منين تمد؟ ما هو عندنا حاخونا هاو يفاكدنا يعني ربي ورحمته، واخا ما كانش ديما على هادو الجيران ما كانش ديما على بالهمش بيه، يعني عديت واحد المزيريه ما عندي له نودرها لك. تا وليت نخدم حاوديك منين درت العمليه على يدي شتا واش بيدك منين فتلت، منين كنفتل للنساء باش من الناس ولادي تفرص يدي خرجت لي هذيك نحيتها هذه. ولادك يعني يبان لنا كيف كانت الصدمه يعني؟ الصدمه هذه الطفله لدروكا مريضه، هذه اللي صايره لدروكا مريضه، احسب 3 شهور والتصاويره ديالها هنا في سترها هكذا، ما قدر نحاها لها حتى واحد، جا عمها جا لخوتها عامين في عمرها، ما حب واحد ينحي لها حاجه، كنت تحشناها تحت تزاوز ودخلت تحت الكنابي تبرد لها هذيك الصدمه، ترقد بها وكانوا هي وهذا دي يهضر معاك قبيل يخرجوا له هاو كان يجي على يعني 4 5 يكون هنا، يخرجوا يستناو شهر، يخرجوا يستناو هنا على الدرج باه يجي باه يديه من عند هذا جارنا كان الحل بيسري يشري لهم الحلوى شهر كامل. كي يلقاو الوقت ديالو عدا يدخلوا للدار يخدموا فيه، ما خدم السيد غير فنس يقول لي الوقت كلنا بابا فين، ساعه نقول لهم راح لك سنتين، ساعه نقول لهم او عند عمك، ساعه نقول لهم راح يسلع ويجلس هاك تعرف وهكذاك وما نسعوش يعني تكبروا البلوك هي مازالت. اكيد انهم مثلا في العياد مثلا لا كانوا يحسوا العيد الحكايات تقول لك لو بابا هنا كنت هو شرنا الحوايج، ولا بابا هنا كانوا عيدنا، ولا بابا هنا ويكلبوها عليا العيد يعديوه العبال حنا نديوه الدماء 11 11 يعني هكذا يعني انا ولا يعني ما انا في الجزائر ولا ما حبيت نسني ما نقولكش. وين في الجزائر؟ في الجزائر كيروح نسنيو على هذه الحقوق. قلت له جيب لي الراجل ديالي اللي عنده ولادو الى حيات. رحت رحنا بيا بني دي كبير، قلت له خويا انا ما نستحق والو، عطيني الراجل ديالي الى حي عطيه له عنده ولادو، هذا ما نفهم. هما في هذيك سقساوكم اللي كتقبلوا المعاونه تاع الدوله هكذا قالوا لكم؟ ما سكتاو لا تقبلوا المعاناه لا والو، كره هذه الوحده الحكم ديما حكمنا. هضر مع الطفل قال له شحال الساعه تعداو وشحال كان يخدم وانت قال لي شحال خلاك، قلت له واحد خلى لي 11 ما خلى لهم باه يعيشوا، قلت له ما خلى له والو، قلت له 500 ما خلاها لاش وراح راح. ما كان لي لو نعطيك لو ما تسني على ما تقبل على هذا الشيء اللي رايحين نعطيوكم لا ما على والو. واش رايك انت يعني هما داروا هذا القانون يعني تاع يسموه المصالحه الوطنيه، هو في الحقيقه اغلب العائلات كيسميوه قانون المغالطه الوطنيه، تسمى يغلطوا في الناس. واش رايك من ناحيه الحقوق تاع العائلات تاع المفقودين هادو؟ هل القانون هذا جاب لهم الحقوق تاعهم ولا ما جاب لهم الحقوق تاعهم؟ ما جاب لهمش يعني اللي عطاونا حنا ما جاب لهمش، وما انا لو بعد كنا خدم شي تاع هادو
لو قعد كون ما شبعتش انا هذا الشيء، وكون ما تميزرتش، وكون ولادو ما تميزروش، وكون نبناو الديار، وكنت دار لهم الحل ديالهم. هاد الحقوق ديالهم انا ما تيكفيونيش، ولا ما تيلحق عليهم حتى الشهر. هاد الحقوق ديالهم وجه خلاف المفروض باه يعني الحين، باه يعني نحينا الجوع وخلاص، فهمتني؟ باه نحينا الجوع هادو هاد الحقوق ديالو خلاص. والبرا يعني مثلا توقفات على رمضان مثلا اللي كانوا يمدوا مثلا الاعانه تاع الدوله كانوا يمدوا لكم، كانوا ما يمدوناش تكمل 4 سنين، تكمل 4 سنين باه مركنا هذا الحي نتاعنا، رئيس الحي نتاعنا باش عادوا يمدونا. علاش ما كانوش يمدوا؟ وما على بالي انا ما نعرفش، حاطينكم مع العمل الارهابيين ولا ما ريتش بنيد لو كان العبدي ما راهش. هذاك تاع الارهابيين هاي كانت تلفت تموت، لانه علاش هو اغلب العائلات كان هذا هو المصير تاعهم، ما نديرهمش هذه لانه كانوا يعتبروهم عائلات تاع الارهابيين. رحت ليه انا لهذا المير هذاك اللي كان الاول، قلت له علاه ما كتمدليش انا؟ قال لي يا اختي تكلف برئيس الحي ديالك، لو سجلك ونحنا نعطيوك. من بعد ولا سجلنا وعادوا يعطيونا 4 سنين ما ديناش، احسن من 4 سنين لا هي عادوا يعطيونا كفة رمضان. الولاد مثلا قراو وما قراوش، كانوا يقراو كيف يكملوها كيف كريتهم، هاك تعرف كريتهم بالعذاب. انت حسب يكراو بما شحال يكرا الطفل بالفتيل والصفر تغسلو النساء ونكراو كريتهم تكره. وما خرجتش حتى واحد، خدمت عليه ما خرجتش حتى واحد، وما خرجتهمش خدموا عند العباد. قلت الصاني بهم لا ما قتلت انا بني عند واحد وما يعطيهش الشي اللي بيدي خدمته. هذا ما خدمت بيدي. واش راكي طالبه يعني ما يخص هذو الناس المفقودين هادو؟ انا طالبه قلت لك بني الحك هذا وما ديالوش، راني انا عندي الولاد بزاف، لا بابا لا خويا لا عمي لا خليل، حتى واحد ما يحسب انت واحد ما يدخل عليك بحال انا. هذا الحكه ما ديالوش ما تيكفينيش الغلب. نكسي واحد كي هذا شحال هي الكسوه ديالو دي تحتو شحال. اللي داو الزوج تاعك واش تطلب من العداله دير لهم؟ اش غادي نطلب من العداله دير لهم؟ المهم الا حي يردوه لي، وإلا ميت يعطيوني الحقوق ديالو. كنت ما نطلب العقاب تاع المدير باه نطلب بدي نطلب يعطيو لك. سوري بينوه المهم يبينوا لي ولا تعود تحت طرف منا حل التريكو ديالي يقولوا لي ها هو نجيب نحطو كيتنوض لينا نروح للكبر ديالو. مي هذا داو قطعوه لك فدار ولا حركوه لك فدار ولا وانتي ما على بالك لا واش الحل ديالها. تاع العائلات كامل ما داروش المأسم يعني الجنازه كما نقولوا والو هكذاك بالريع هزوه لكبر الاخبار. هذه هي. بارك الله فيك.